المشاركين النهارده هم مجموعه من النشطاء السياسيين في محافظه البحيره من تيارات مختلفه واحزاب مختلفه، في التضامن مع حسن مصطفى معتقل اسكندريه ومع احمد دومه، وفي نفس الوقت كمان من حي العمال بمناسبه عيد العمال امبارح. حسن مصطفى بالنسبه لنا هو مش ناشط سياسي عادي. حسن انا بعتبره ان هو رمز للثوره المصريه، ناشط من قبل الثوره، معتقل 6 ابريل 2008. هو اول واحد فتح قضيه خالد سعيد ونقلها للاعلام، هو اول واحد حرك اسكندريه وعمل وقفات احتجاجيه، فهو ناشط سياسي نقي وشريف ومحترم جدا. صعب جدا ان احنا نشوف حسن مقبوض عليه ومحبوس واخد حكم 2 باختلاف مع وكيل نيابه، يعني القضاء ما يخشش ابدا في صراع سياسي ما بينه وبين النشطاء. فاحنا واقفين النهارده بنقول للقضاء ما ينفعش كده، لما بيتقبض علينا بنقول دايما ودونا لوكيل النيابه، ان وكيل النيابه هو اللي بيحميني، القضاء هو الحسن الامان ليا. فمش ممكن ابدا ناشط سياسي محترم زي حسن مصطفى شارك في صناعه الثوره بشكل رائع وقوي جدا يكون محبوس النهارده لاختلاف بينه وبين وكيل النيابه في الاراء او في الانتماء السياسي. ده امر غير مقبول جدا جدا. بنأكد للناس كلها ان حسن ناشط محترم، انه كان موجود هناك بيدافع عن اهالي الاطفال المعتقلين، انه كان من حقه يطلع لوكيل النيابه يسال عنهم. اما ان وكيل النيابه يخليهم يقبضوا عليه ويوجهوا له تهمه اقتحام و2 حبس، ده امر مزعج جدا لاي ناشط على مستوى الجمهوريه. عشان كده بنقول لو الناس ما تضامنتش مع حسن النهارده، دور جاي على احمد دومه، الدور الجاي هيجي على كل نشطاء الجمهوريه كلهم. فنتمنى الحريه لحسن ولاحمد دومه ولكل المعتقلين السياسيين. القوى الثوريه في البحيره وحزب الدستور منظم النهارده وقفه للمعتقلين عشان اللي مسجونين وعشان اللي بيحصل دلوقتي في الثوار وفي النشطاء عامه من اعتقالات ومن سجن ومن تلبية تهم. الوضع بقى سيء جدا، الثوره بقت سيئه جدا وفي وضع حرج جدا. اتحط سجون زي ما بيقولوا واتقفل عليها زنزانه. حسن مصطفى واحمد دومه وغيرهم من النشطاء لازم يتحطوا في الوضع الصحيح، انهم ثوار وهم ضد النظام القائم وهم معارضه، ولكن الحال مش كده، مش هنرجع لايام النظام السابق يعني. واللي يعترض او كده يتسجن ويدفع له تهمه. احنا بنطالب وبنامل ان كل الثوار وكل المسؤولين يكون الظلم يطلعوا من السجن، واحنا مش هنسكت وهنفضل وراهم، يا اما ندخل لهم يا اما هم يطلعوا.